السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في حلقه مسلسلكم بحر الظلام. حلقه زوينه بزاف. غادي نشوفوا كيفاش غادي نلقاو تينيفول وغادي نكتشفوا الحقيقه كلها اللي مخبيه، وغادي نشوفوا بزاف ديال الاحداث اللي غادي يوقعوا، وغادي نشوفوا نفس كيفاش غادي تصدم من بعد ما غادي تعرف الرقم ديال فيصل، وكيفاش غادي ينوض الجنون ديال طاهر، وكيفاش غادي يكتشفوا هذيك الاميره المسمى المهمه البنات. باش نشرح لكم اكثر راه غادي نحط لكم كامل داكشي كامل هنايا، غادي نقول لكم كيفاش عرفوا بلي كاين التليفون، وكيفاش عرفوا بلي الدواء كتشربوا النفس. المهم هنا غادي يلعبوا واحد الخطه اللي غادي تبدل النفس الدواء، وغادي دي باش يمشيو عند الطبيب باش يعرفوا يديروا تحاليل داك الدواء باش يشوفوا ديالاش هذاك الدواء. المهم فاش الله بغاو يعرفوا الحقيقه، كان هاد اللي هذاك فاتح حط الكاميرا ووصى داك البوليسي، قال ليه الا خرجت هذيك الاميره من الدار عصوني عليا، صوني عليا. مشى عند الطاهر قال ليه نوض باش تشوف هذيك الاميره مشات للجامع. قال لها غتكون مشات كدير السيده كدير شنو بغيتي عندها؟ قال شويه كتبان التليفون، قال لي شتي؟ قال لها التليفون ديالها ياك عندها؟ قال لها لا ما عندهاش. قال لها متاكد؟ قال لها لا ما عندهاش. وغادي نشوف كتصوني على فيصل. قالت لها الدوار كنعطيه للسيده عافاك، خليني نمشي عند ماما. قال لها لا ما يمكنش، باقي ما سالاتش لها المهمه ديالك. غادي نشوفوا لعبوا واحد اللعبه على اميره، غادي ياخذوها، غادي يقول لها بلي غيجي البوليسي عند نفس. يلا انتي تمشي معانا باش نحطوا الدري في المدرسه باش هما يقلبوا على خاطرهم. قالت لهم صافي واخا، اذا اصلا هي كتخاف من داك البوليسي. وغادي يمشيو هناك، بقات نافس هي على نيتها مفخبه، راه حتى حاجه ما تعاود. غادي يجي عند طاهر غادي يقول لها نوضي نوضي تقلبي على التليفون. قالت لاش من التليفون؟ قال لها قلت لك نوضي. بدا كيقلب لي داكشي كامل اللي جمع. قالت لي يلاه جمع الدار، خليني الله يرحمك الوالده، هادشي كدير لي طاهر؟ علاش التليفون شنو موطر لك التليفون؟ قال لي لا ماشي ديالي. قالت لي ديال من؟ المهم بدا كيقلب، ما قالش ليها، بدا كيقلب. قال لي انت قلبي معايا واسكتي. صافي هنايا فاش غادي لقاو بلي التليفون راه كاينه في الدار. المهم البنات باش ما نطولش عليكم ندخل معكم التفاصيل باش نشرح لكم كل شيء دقيقه ان شاء الله. في البدايه ديال الحلقه ديالنا كيف كتشوفوا الاب ديال النفس غادي يجي عند السيده سميه، غادي يقول لها بغيت نهضر معاك شويه عافاك. قالت ليه دخل مرحبا بك. غادي يقول لها شنو عندك؟ انا كنسمعك. قال لها شوفي راه بنتي راه مجوجه بداك الراجل وولدك كيتبعها. قالت ليه لا ما يمكنش، راه بنتك راه بعتيها مولاي السلطان. قال لها لا لا لا، انا راه جوجتها بالفقيه اللي كان حاضر وهو اللي جوجهم. قالت لي كيفاش كون كان ولدي عارف هذا الشيء؟ مستحيل يتبع بنتك. قال لي هذا الشيء اللي كاين تكون بنتك كتبات عليه. قالت لي اكيد بنتك راه كدابه. وشنو غادي ندير دابا؟ قال لها شوفي بغيت نصلح الغلط ديالي عافاك حتى انت صلحي الغلط ديالك. راه قال لي السي فيصل بلي غادي تشهدي لي في المحكمه. قالت لي لا مستحيل، هذيك البنت هي اللي خرجت لي ولدي من الحبس وانا دابا مديونه ليها. قال لي هلا بالعكس، انت الا بغيتي تعتقي بولدك من ديك البنت خاصك ديري ما في جهدك. قالت لي كيفاش زعما غادي نمشي مع داك الراجل؟ قال لي حيت ملي غادي يدي ولدو اكيد غادي يتبعو. قالت لي صافي واخا غادي ندير داكشي اللي قلتي ليا. وقال لي شكرا لك بزاف، انا كنتمنى تجي المحكمة وتشهدي في الصريح ديال السي فيصل. قالت لي اكيد واخا ما بغيتش الصراحه نشهد في الضد ديال هذيك البنت اللي عتقات ليا ولدي، ولكن ما عندي ما ندير. وغادي يمشيو هي كتبقى غير كتفكر وكتشوف. ولكن هنايا غادي نشوفوا فيصل كان كيتسنى في الاب ديال نفس اللي غادي يجي. غادي يقول لي شوف اسيدي راه صافي، راه السيده قنعتها باش تشهد لك في الضد ديال نفس. قال لي صافي واخا. قال لي صراحه مزيان ملي سمحتي ليا، حيت من بعد ما دارت لك بنتي داك الحاله. غادي نشوفوا اميره اللي كانت كتدفن الصبا ديال الام ديالها. صراحه بقات فيها هاد الاميره، حيت حنا كنقدروا نديروا اي حاجه على قبل عائلاتنا. كما كتشوفوا غادي مسكينه تدفن داك الصبا ديال الام ديالها وبقات كتبكي. قالت لك كده ماما حتى دابا فاش قطعوا لك صبعك ما قدرتيش تحركي. وهنايا كنشوف الفقيه اللي كان جا عندها. قال لها شنو كديري بنتي اميره هنا؟ قالت ليه والو السي الفقيه، انا غير كنزرع شويه الزرع وصافي. قال لها مزيانه بنتي هادشي راه فيه الاجر. قالت لها كيفاش؟ قال لي شوفي الا زعما زرعنا شي شجره ولا شي حاجه كتعطينا الاجر. قالت لي واش بصح؟ قال لي وهنايا كنشوفو نفس اللي كانت كتفكر الاب ديالها فاش كان قال ليها باللي انتي وحده ما عندهاش شرف. وقالت لها الطاهر، قالت لها اول مره كنشوف بابا من بعد السنين كامله. قال لها شوفي ما تسوقيش لذاك الراجل، شوفي انتي تبارك الله جاتك الكسيوه غزاله، ما قدرتش نقولها لك في الصباح الصراحه. رديت ليها البال. قالت لي واش بصح؟ قالت لي اسيا اللي جابتها ليا. قال لها اخر مره بقى نجيب لك شي حاجه، الصراحه اسيا كتعرف تجيب لك احسن مني. هنا كنشوفوا اسيا اللي كانت كتقطع في الحوايج ديال العكوسه. قالت لها شنو كدير؟ قالت لها هاد الحوايج كنت عطيتهم لك كادو، ولكن دابا حيت نتي ما مشيتيش تطلبي السماحه من نفس. قالت لها كيفاش؟ قالت لها واش بصح؟ قالت لها انت غادي تطلبي منها السماحه. قالت لها حتى انايا عطيني ديك
الذهب كامل اللي جبت لك كادو. وقالت لها ما يمكنش، قالت لي هذاك الشيء اللي غادي ندير دابا. بدات كتهز ليها الذهب ديالها واسيا كتغوت. بدا غيدخل مصطفى تقول لي شوف ماما كهزت لي كاع الذهب ديالي. قالت لي حيت الحقيره ديال بنتك ديال مرتك حتى هي قطعت لي كاع حويجاتي. قالت لي حيت بغاتني نطلب الصباحه من النفس. وبداو كيتخاصموا. مصطفى قال ليها شوفي بحال اسيا هنا. هذاك طاهر بدا كيغوت. وحتى مراد قال لي مستحيل انا نجيب مرتي لهنا الدار الا تزوجت. قالت لي بلا ما تجيبها ليا. ومصطفى غادي يقول لها شنو كاين. قالت لي طاهر انا غدا كاينه المحكمه، خاص الشهود يكونوا، خاصكم تشهدوا ليا في المحكمه مع نفس. قال لي مصطفى طبيعه الحال انا غادي نشهد. ومراد حتى هو قال لي انا غادي نشهد وكنا فرحانين بزاف. غادي نشوفوا اميره اللي غادي تمشي عند نفس، غادي تقول ليها نفس كتفكري في الابدي. قالت لي قالت لها شوفي ما يبقاش فيك الحال، عرفتي بابا انا راه كان ضرب ماما بالرصاص في راسها. قالت ليه كيفاش. قالت لي قالت ليه ماما دابا راه مشلوله وكاينه في الكرسي متحرك ما كتحرك ما والو. قالت لي واش وقع ليه. قالت لي الحقيرين ما كيوقع ليهم حتى شي حاجه الاشرار. قالت لي واش بصح وغادي تعنقوا بداو كيبكيو. قالت ليها ولكن انا ما عندي حتى شي واحد هنايا، انت عندك كلشي. قالت لي حتى انايا عند زعما كاينين حنايا. فين هي ماماك وبابا. قالت لي حتى بابا ماما زعما واختك. قالت لي ماما واختي بعادين بزاف ولكن الشرير ديالي هو اللي كان هنا اللي كاين هنايا صافي. وغادي تعنقوا. وهنا كتشوفوا نجيب اللي غادي يمشي عند هذيك الاخت ديال ولا بنت عمو ديال فيصل. غادي يقول ليها كنتي سولتيني على اميره. اميره راها بنتي. قالت لك كيفاش ما عرفت انايا. وشو علاش جابها زعما طاهر فيصل. قالت ليها قال ليها بلي فيصل كان كيعطيها شي دواء باش تعطيه للسيده. والبارح كان جاب ليها واحد الصباع ديال الام ديالها وكيهددها. قالت ليه كيفاش. قال لي قالت لي عافاك عاوني باش نلقى مرتي، حيت الا ما لقيتش مرتي ما غاديش نقدر نعتق بنتي. هنايا كنشوفوا طبيعه الحال البوليس اللي كانوا جالسين شافوا اميره مشات للجامع. قال لها فين غادا. قالت لها غادا للجامع. غادي يتصل فاتح غادي يقول لها السيده راه مشات للجامع. غادي يمشي يجري عند الطاهر. غادي يفيق غادي يقول لها جي تشوف السيده. قال لها علاش كتراقب دابا السيده مشات مسكينه غير باش تدعي. ولكن شويه غادي تجبد التليفون وغادي يقول لها هي جبدتها التليفون ديالها وقيله. قال لي لا راه ما عندهاش. قال لي واش بصح متاكد. قال لي لا. وغادي نشوفو كتعيط لفيصل. قالت لي شوف كلشي درتو صافي عافاك طلق لماما. قال ليه لا ما يمكنش باقي ما ساليتيش المهمه ديالك. وبدات كتبكي كتقول يا ربي. هنايا الطاهر غادي يقول لي صراحه كاع غادي نبدلو الخطط ديالنا. يعني السيده عندها شي مشكل ولا عندها شي حاجه كديرها مورانا. غادي يقول لي شوف غادي ندير واحد الخطه انا وياك. غادي نشوفو فاتح صباح الحال جا للدار عند نفس. غادي دوق غادي تحل ليه اميره ونفس. غادي يقول لي انا غادي ندير الولد الصغير حيت طاهر ما مساليش اليوم. قال لي نفس غادي يجي عندك البوليسي. قالت لي واش بصح. غادي يقول لي اميره انت ما كتحمليش تشوفي داك البوليسي يلا تمشي معانا. قالت لي صافي واخا. قالت لي نفس واش بغيتي تمشي. قالت لي بغيت نمشي. وغادي يمشيو طبيعه الحال. نفس غادي تدخل غادي تسد الباب ولكن غادي يكون طاهر جا حتى هو. قالت لي واش نسيتو شي حاجه ولكن غادي تلقى طاهر. قالت لي قال لي هذاك فاتح ما غاديش. قال لي لا انا جيت. وغادي يدخل كيقلب. قالت لي علاش كتقلب وكترول ليا. قال لي كنقلب على التليفون. قالت لي التليفون ديالك نسيتيه هنا ولا كيفاش انا ما شفتوش. قال لي لا ماشي ديالي. بدا كيقلب كلشي ديال روبنها هي في المكرون شي حاجه كتجمع. كتقول لي شنو كدير واش انت تسطيتي. قال لي ها انت قلبي معايا في التليفون وصافي. بداو كيقلبوا من هنا من قد لقد. غادي يمشي للكوزينه. هنايا فاش غادي يقلب في الكوزينه غادي يلقى واحد الدب. غادي يقول لي واش كتعرفي هذا. كتقول لي قالت لي لا ما كنعرفوش ما عمرني شفتو. وشويه كيقلب ثاني غادي يجبد التليفون. قالت لي شنو التليفون ديال من هادي. قال لي هادي ديال صاحبتك اللي الضيفه ديالك. غادي تقول لي كيفاش ولكن هي ما عندهاش تليفون. قال لي لا عندها هو. وغادي يحل وغادي يبدا يقلب. غادي يلقى واحد النمره اللي غادي تشدو. نفس غادي تبدا مصدومه. غادي يقول لها مالكي. قالت لي هاد النمره راه ديال فيصل. قال ليها كيفاش. شوفي الحقيره خليتها معاك غداره. وهنايا غادي نشوفها كتلعب مع هذاك الولد الصغير. غادي يجي فاتح غادي يجي يصوني. غادي يجي الميساج. غادي يقول لي عندك تخليهم بوحدهم راه السيده جاسوسه ديال فيصل. هنايا غادي نشوف الطاهر طلع ليه الدم بزاف. غادي يقول هاد الحقيره اكيد كتعطيك السم. قالت لي كيفاش. قال لي من نهار جات وانتي بداو الاحلام ديالك وداكشي ديالك. غادي تهز داك الدواء تيقول لها نوضي نديك للطبيب. غادي تقول لي بلاتي تسنى. غادي تمشي غادي تخوي داك الدواء فواحد السبيره وغادي تغسل ديك القرعه مزيان وغتعمرها بالماء وغترجع التينيفون وترجع ديك القرعه لبلاصتها. وغادي يهبطوا وغادي يمشيو. هنا طبيعة الحال غادي نشوفوا هذيك أميرة صيفط ليها زعما طاهر قال ليها حنا مشينا للطبيب صافي تقدروا ترجعوا.
غادي نشوفو تلاقى مع داك البركة، قال لي شكون هاد البنت؟ قال لي وانت مالك اخويا دخل سوق راسك. هنايا البنات غادي نشوفو دخل الدري ولكن حتى شي واحد ما كيلعب معاه وكيضحكوا عليه. وغادي نشوفو فيصل مع بنت عمو اللي كان كيتصل في التليفون، وغادي تجي عندي بدات كضحك معاه، قالت لي شوف انا غادي عندي شي حاجه باش نمشي نقضيها. قال لي شنو هي؟ قالت لي الصراحه عندي شي حاجه في اسطنبول، في اسطنبول غادي نمشي للشركه ديالنا، واش انت نسيتي بلي خليناها؟ قال لي واش كتخطي على شي حاجه؟ قالت لي لا. وغادي تخرج وغادي تلاقى مع نجيب، قالت لي غادي ندير كل ما في جهدي باش نلقى السيده، انا غنمشي نقلب عليها. هنايا كنشوفوا طاهر وصلوا عند الطبيب، سولوا على الطبيب قال لي ودي عنده الكليان داخل عنده الناس، وغادي يدخل غادي يهجم عليهم. يعني طاهر كان معصب بزاف. وهنا البنات وصلت معكم لنهايه الحلقه، الى الحلقه الجايه ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، ولكن ما تنسونيش عفاكم من واحد اللايك واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. شكرا.